بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي متابعيني دايما مشرفيني ومنوريني في قناتي، يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعال النهارده ما نشوف البصل بتاع الكشري. لو عايزة تعملي كشري تعالى أقول لك على طريقة حلوة مش مكلفة، وهيطلع معاكي مقرمش ولا أحسن من مطعم كمان، من محلات كمان. خلاص، ما شاء الله طريقة حلوة وموفرة، وكل المقادير موجودة عندك في البيت، مش هيكلفك حاجة. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده معانا البصل بتاعنا، غسلناه غسلة حلوة وقطعناه جوليان زي ما انتم شايفين كده، او ترانشات زي ما انتم عايزين، بس اهم حاجة تبقى رفيعة، ماشي. وبعد كده مش هنغسله ولا حاجة، زي ما هو كده. وهنغلفه بمعلقتين دقيق معلقتين نشا، حسب كمية البصل اللي عندك. انا الكمية اللي قدامي دي اخدت مني معلقتين نشا ومعلقتين دقيق. هنغلف البصل بتاعنا بالدقيق والنشا زي ما انتم شايفين كده، لحد ما شاء الله ما يبقى يمتزج بالدقيق والنشا كده ويبقى متغلف، ولا ميه ولا اي حاجه. زي ما بقول لكم مش هتغسلوا ولا حاجه، على كده زي ما انتم شايفين بعد التقطيع على طول. خلاص. وبعدين عندنا نقلب فيه لحد ما يتغلف ببعضه كده، وما شاء الله يكون معانا طاسه. ما شاء الله يعني مش هناخد زيت كتير برضو، مش هنتكلف نفسنا نحط زيت كتير. بعد كده هنعمل كميه بكميه كده مش كتير. يعني الكميه بتاعتي دي انا عملتها على كذا مره عشان خاطر ما يبقاش يعني تقيل في الطاسه كده. خلاص، انتوا بتقولوا ان هو كتير، لا هو مش كتير قوي. بس هنقلب على طول، نار حاميه عاليه، الزيت يكون ساخن. وبعد كده بقى نار متوسطه وايدنا فيها على طول زي ما انتم شايفين كده. هنقلب في ايدنا فيه على طول على طول لحد ما شاء الله هيبتدي الكرمل معانا، ياخد لون فاتح كده ويبتدي يغمق واحده واحده. بس احنا هنقلب فيه مش هنسيبه. ليه بقى؟ لان لو انت سبتيه احنا عايزين يبقى لونه موحد كده، ولونه اخد لون واحد. خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله، ولا هيبقى أحسن يعني من أحسن المحلات، والله مش هقول لك زي المحلات، هيبقى أحسن كمان. النار هتبقى عالية في الأول، وبعد كده نار متوسطة عشان خاطر ما يتلسعش مننا حبايبي وياخد لون غامق. بس احنا هنقلب فيه على طول زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى معاكي مصفى، هتحطيه الصفة فيها او طبق، ويكون فيه مناديل اللي هي مناديل المطبخ دي. هتفرشي عليها ما شاء الله، هيمتص الزيوت. او لو المصفى برضو، لو الزيوت الزايده هتنزل من المصفى وكده. زي ما انتم شايفين اللون ده كان حلو خالص ما شاء الله. كل ما هيشد كده وينشف، وهينشف منك هيعمل القرمشه الجميل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي دي. ما شاء الله. شوفوا يا جماعه، انا ما رضيتش اطول الفيديو جامع، والله اللون جميل جدا. انا لو يعني طول اسمع لكم الصوت، شايفين؟ انا نفسي اسمع لكم الصوت بجد، بس ما عنديش خلفيه ان انا اسمع لكم الصوت. والله بيخرفش ما شاء الله، قرمشه. سوبر قرمشه زي ما بيقولوا. احسن من المطعم كمان، بتاع المطاعم بيبقى لونه محروق وغامق. لا ده لون جميل، اخد لون حلو قوي قوي. جربوا بالطريقه دي ان شاء الله مش هتندموا، بطريقه حلوه. وهتنسونا في اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه. لو وصلتوا معايا المقطع ده حطوا لي الكومنت الحلو واللايك الجميل. يا رب يديمكم نعمه في حياتي. وما تنسوش يعني تشوفوا الفيديو الاخر كده عشان خاطر يحصل يعني، يبقى يعني يعمل لي مشاهدات يا جماعه على الفيديو ده. ماشي، يستاهل لايك كبير قوي. لايكات كتير وكومنتات حلوه اللي بتشجعنا عشان نعمل لحضراتكم فيديوهات. يا رب الفيديو يليق بكم النهارده. اشوفكم دايما على خير، مع السلامه.